عليكم ورحمة الله وبركاته. اخش هنا والله يا عم صلاح، ما زالك خش يا بتاع صحر عند عمك صلاح بتاع الفاصوليا. شوف محبة الناس كنوز. محبة الناس كنوز. صاحب الارض عارف ان احنا ما عندناش ارض، فانا اخش صوروا في الارض بتاعتنا. ايوه نبقى في الخضرة، ما تحرمش منكم ابدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام عليك حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا اعز واغلى متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال، وتكون فيديوهاتنا خفيفة ولطيفة على قلوبكم، وتكون عند حسن ظنكم. من عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعلوا لنا زر الجرس ويوصل لكم كل جديد مننا. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نصلي على الحبيب قلبك يطيب. احنا بقى حبايبي فين؟ ناخد جولة كده ايه في الخضرة. اللي انا فيها ديت فاصوليا، واللي هناك دوت ايه كرنب وفاصوليا. طبعا بقى حبايب قلبي بعد ما سحر عملت المقدمه، احنا النهارده حبينا نغير من روتين الفيديوهات ومن الحوارات ومن المشاكل ومن جميع كل حاجه ومن الحوارات اللي على السوشيال ميديا. وارجع اقول الف مبروك للصلح لمناصر ومفالح، ربنا يكبر بخاطرهم ويصلح حالهم ويبعد عنهم اي مكروه ويبعد عنهم الشر الفتن ما ظهر منها وما بطن. احنا فين النهارده؟ خالقكم عبده. انا جيت من شقتي لقيتها سايبه البيت وماشيه راحت فين والله ما اعرف راحت فين. كانت بتقول هتروح تجيب عود ربه، فسحر قالت لي لما سالت عليها ناخدكوا جوله كده في الاراضي وندور على ماما حنان نشوفها بتجيب ربه من انهي ارض. فقلنا بقى ايه، بما ان بقى ان احنا امي بقى هنلف عليها، لان هي قايله لسحر اروح اجيب عود ربه للطيور، فقالت لي ما هيش يا طب اقول لك على حاجه تاني نلف عليها. وبما ان نكسب فيديو في الغيط ونوري الناس الخضره والزرع والحاجه الخضراء بتشرح القلب، ونشوف الفلاحين في الموسم الحصاد موسمهم ايه السنه. محلاها الخضره ومحلاها عيش الفلاحين. تعالوا اوريكم ايه صاحب الارض. طبعا اكيد انتوا سامعينه بيقول لنا تعالوا صوروا في الخضره، يعني مش عشان احنا ما عندناش ارض الناس هتتمنى ان احنا ننزل ارضها ونصور. عامل ايه؟ كله سنه طيب. طب هنهرس لك الارض يا عم صلاح، هنهرس الارض. خش يا ام حنان تعالى نروح لغايه. هي كده جايبه عليك، اصل هو فيديو مستور. بسم الله. شوفوا من حب ربه وحبب فيها عبده. وشوفوا بقى صاحب الارض. ازيك يا عم صلاح؟ اقف جنبك كمان وعولك جبنه انا وانت. كل سنه وانت طيب يا عم صلاح. عامل ايه؟ وانت طيب يابا. عامل ايه؟ مين؟ اني محمد. طبعا ما بتعرفش المنقبين. تعالوا على الصبح. تعالوا صوروا، عندنا قناه على اليوتيوب. ربنا يعين كل حي على حاله. ماشي يلا حط لك بقى على كده. لا كمان لا كده غلط بقى. ده زي ابويا عم صلاح، الله يديك الصحه ويبارك فيه. طبعا عم صلاح زرع ارضه ربنا يبارك له فيها ويجعلها زرعه السعد والهنا عليك يا عم صلاح. اللهم امين. والله العظيم. الله يبارك فيك يا عم صلاح. الارض حصل لها 1000 بركه. الله يبارك فيك، انت راجل ذوق ونعم بجد وزي ابونا ولك الاحترام والتقدير يا عم صلاح. وانت ولاد. الله يصلح حالك وتجبر بخاطرك عند العبد وعند الرب. اللهم امين. عند العبد وعند الرب وعند الحصى في الارض، واجعل زرعتك خضراء وتاكل كده جريها وعرقك فيها يا عم صلاح باللقمه الحلال الزلال اللي تخش بيتك اللي تفرح قلبك وقلب ولادك. وانا كفايه عليا الشغل. الله يصلح حالك. ما تحرمش منك ابدا وفرصه سعيده. منك يا رب. اللهم امين احنا وانت وجميع المسلمين. واللي فيها صاحبها بتاعكم تحت امرك. الله يصلح حالك وتجبر بخاطرك يا عم صلاح. طبعا زي ما انتم شايفين ادى الكرنب دوت لسه بادئ هيلف. مش هو لسه هيلف يا عم صلاح؟ الكرنب دي بتقلع بعد قد ايه يا عم صلاح؟ يعني بياخد 3 اشهر 3 ونص. شوفوا الكرنب دوت هيلف، وبعد كده بقى يوم ما يفكر يبيع منه هيبقى بعد 3 شهور يبدا يخلع الزرعه بتاعته ويسترزق منها ويبيعها بالرزق الحلال. وطبعا احنا زي ما احنا قلنا الفلاح والله العظيم بيتعب وبيشقى على الزرعه بتاعته، فربنا يرزقه برزق اولاده ويوسع رزقه ويجعله مستور دنيا واخره. ومعانا بالايجار والله. ومعاهم بالايجار يعني كمان. شوفوا بتاع الحاج محمد اهو يعني شوفوا كمان حتى مش بتاعته، بس اقول لكم اكل العيش يا ولاد، اكل العيش مر. ربنا يرزقك يا عم صلاح ويبارك لك. فدعوه منكم حلوه لعم صلاح ان ربنا يبارك له في زرعته ويخلوا له اولاده ويجعله كده يا رب سند لاولاده دنيا واخره. اللهم امين. يلا بينا نروح فين؟ بنطلع عينك. يلا هنعمل ايه بقى يا عم صلاح؟ يلا مش مشكله بقى. ما بقول لك ايه، الايد الشقيانه شبعانه يا عم صلاح، وطالما الايد بتاعتك شقيانه ربنا هيكافئك وهيديك خيرها. الحمد لله.
وهيديك خيرها يابا. يلا بقى حبايبي نشوف ايه ماما حنان راحت فين. يلا بينا. طبعا السكه ماشيه والعالم ماشيه اهي. وشوف الشمس جميله ازاي. انا بوريكم الشمس يمكن تكون مزغلله في العين بس الشمس جميله. انتوا عارفين ايام زمان والله العظيم بكلمكم جد، يمكن هتقول لكم الحكايات ديت خليكم مع عبده اما نشوفها. البحر دوت او الترعه بقى حسب ما تقولوا بقى ترعه او بحر، كان زمان بيغسلوا فيها المواعين بس ما كانتش وحشه كده. دلوقتي طبعا اسم الله على قيمه اخواتي بيرموا فيها الزباله وبيرموا فيها الحاجات المهملات، بس كان زمان ما كانش فيه ميه وما كانش فيه اي حاجات من ديت. فكان فكان بيغسلوا الهدوم من الترعه وبيغسلوا المواعين بتاعتهم من الترعه. وطبعا ايام زمان كانت ايام على القد، ايام كلها طيبه وحنيه، كان في حب للاخوات، كان في محبه، كان في موده، كان في رحمه. الاخت والاخ كانوا بيخافوا على اخواتهم، والام والاب كانوا بيضموا ولادهم حوالين منهم، كان في يعني راحه نفسيه. فيلا بينا قبل ما نخش في صلب الفيديو وبعد كلام عم صلاح الجميل نروح ندور على خالكم مع عبده ونشوف خالكم مع عبده غضبانه ليه ونراضيها. يلا بينا نسمي الله ونصلي على افضل رسول الله ونروح لخالكم مع عبده. هي بس زي ما قلت لكم الشمس حاميه جدا جدا جدا، ويعني جايه في الكاميرا لان طبعا الاتجاه ده اتجاه الشمس. امك هناك اهي قاعده بالربه بتاعتها فن. انت بتعملي ايه يا بهاني؟ خالتي بهاني سابت الدار وطفشت. وبعدين نلف عليك في الغطاء. اي والله العظيم. انت شحت عط ربه وقاعده به. شحت ايه النهارده؟ المهم جبت لنا السبوبه وجاتي. هي جايبه لك انت يا جايبه للويز. المهم هي سبوبه تخش الدار وخلاص. ماشي. شوفوا الغله. هذا الغله يا حبيب قلبي زي ما انتم شايفين. الغله ديت اللي بيعملوها الشهر الجاي صح؟ بتعمل في ناس بتعملها الشهر ده برضه. ما هي الفكره الكسبه لا بس عندي شقتي هناك. عند شقتي هناك صفرة خالص وقالوا قدام 10 ايام يعني ايه غايبين عليها. قالوا 10 ايام اللي جنبها صفرة شويه عندي وهيضموها او هيدرسوها بقى مش عارفه بصراحه. هتتدرس. كنت فين يا مستقيمه فندي؟ انا رايح موسى واجه لقيت طفشانه. زهقتي مننا ومن عيالنا. وفي حد مني. لما انت زهقتي واخده اذن معاكي لو تلففون عليكم يا مي. وكل ده عيد ربيه يعني شحتاي كمان. واللي مش حاطط مش عارف. سلام ورحمه الله وبركاته. على قد يلا. انت غضبانه وطقهانه ليه يا ام عبده؟ طهقانه من الدار ومن العيشه ومن اللي فيه. حد يسيب اللي احنا فيه ويطهق. الحمد لله يا اختي الحمد لله. فتاكل ربه يا زان. تاكل ربه مكان الوز. وبعدين ما قلتليش ليه اللي انت ماشيه لما الف عليك؟ النفر كده راح نقي الغيط. ايوه وقدام منه الميه والخضره منه الغله، وربنا بعت له عود ربه اهوت احط للحيوان. يا شحاته. الشحات له نص الدنيا. يا شحاته يا متسوله. الشحات له نص الدنيا. حتى الشحاته في الربه. يا حول الله يا ربي. يعني سألتها من غير حد والله لقيت ابن عزيز علي قلت له هات عود ربه قال لي خد اللي انت عايزاه. قلت له كفايه يا ابن العود ده. صدقي يا ام حنان حبايبنا كتير النهارده. عم صلاح قال لنا فين عارفه بقى يما احنا ربنا اتانا بعم صلاح جبر بخاطرنا. وشوفي مش عشان احنا ما عندناش ارض الناس هتتخلى عننا. قال الارض ارضكم والزرع زرعكم وخشوا ربنا يوعدني سحر وخشوا تحشكلوا. ربنا يوعدني والله قال لك تعالى تصوري جنبنا وتشتروا ارض يا رب. والله العظيم يعني لما يبقى لي ارض لو بقى لي ارض عمري ما هطلع على اليوتيوب ان شاء الله. ربنا يكتبها لي كده هيفرجها ومديها لما تفرج وربنا يرزقنا لهم حط اللايك. اللهم امين. قول لهم حطوا اللايك. بتعرها اعمل لهم كرابه كرابه يا اختي كهاني انت فاتحه بقك وخلاص. دي بنت محمد يا ولاد. بنت محمد عبد الستار. شكل ابوك وستي. طبعا عيال الدرس معديين من على هنا رايحين بلدهم اللي هي بلد سحر اللي هي عزبة الوقفة، فهم رايحين في العلم منشكح على الحياة. ربنا يكبر. شوفوا يا زن ابني بقى رايح يعاكس الثعلب المكار واقف خلف الدار اهو. شوفوا يلا سيبوه يتعشى بيه. جايين ورايا ليه؟ انا سبت لكم الدار ومشيت. هي علا جت قلت لها ايه؟ طب قولها مشيت. امك قالت راح اجيب عود ربه تعال نروح نلف عليها في الغطاء. دي اخرتها يا اختي اخرة المعروف. اخرة المعروف والضرب على الكفوف.
قولي لي يا ام عبد، واخره المعروف يعني ضرب على الكفوف؟ والله العظيم انت ما بتروحي اي اماكن كده وتروحي ناحيه الغيط وثم ان انت هتمشي من الدار، هتلفي لفتك وهترجعي. لا ما كنتش راجعه، كنت هبات هنا عند ارض الغنم. يا امي ده العفاريت تطلع لك من الترعه. والله يا بنت، ايام ما كنت بس رايح الغيط والناس ده كلها تشهد علي، والسكه ده تشهد علي، والاراضي ده تشهد علي، عمري ما خوف، لانه راجل عمره ما خوف، عمر ما حد خوفني، عمر ما حد اتعدى علي، لاني كنت ماشيه محترمه. فبقول لك مد محترمه يحتر عدوك فيكي، مد عيدي ومد عيد اللي يحتر عدوك فيكي. قولي لي ياما ذكريات الترعه، انا كنت بحكي لهم عليها، ان كانت بحر ولا ترعه انا مانيش عارفه. قلت لهم ايام دي كانت امي بتغسل المواعين فيها والهدوم. كنت انا في دار العيلي وكنت بشتري الهدوم من اول البلد من غادي كده، والحلل على دماغي، والطشت النحاس لو حد عارف الطشت النحاس، وكان هناك كده سلال، حتى لسه عند عمك السعيد السلالم هنا كان. شايفاه. وننزل نشاهد الهدوم في الترعه ده، هي كان بقول لك دي الميزانيات، ونشاهد الهدوم ونصبن الهدوم نشاهدها. كنت قبل ما تصبني الهدوم تيجي تشهدها على في قلب المي او تشهدها تحت الحنفيه، فما كانش ايام زمان يما ميه في الحنفيات، كنا بنملى من المرشح، وكانت فيها صحه، وكانت فيها راحه بال، وكانت الناس بتحب بعضها، والناس كانت بتخاف على بعضها. الوقت الله اكبر، ربنا يطلعنا من الدنيا خالصين مخلصين. لو حطوا لايك يلا. طلعنا من الدنيا خالصين مخلصين. الناس بتاكل في بعضها، الناس في الايام اللي احنا فيها ده اهي الناس بتاكل في بعضها يا بنت. الله اكبر لما الايام هتقوم. كنا بنيجي نغسل، كنت تشوفي الترعه من اول هناك كده اهو، من اول ما انتوا كنتوا جايين كده لما لغايه ده كده سلالم، بتغسلي على الهدوم وبتغسلي على اللاواعي، بتعملي عليها كل حاجه كنت بتعمليها. وجب خالتك صح. خالتك صح عندنا ظهرها اصلا. لا كانت بتبص الجهاد، كان معلهاش شر. فهمت يما؟ ايام زمان كانت ايام خير وايام بركه وايام حب، والايام ده ايام الفتن. لو رجع بيك الزمن تقولي ايه؟ لو رجع بيا الزمن اللي انا فيه دي مش عايزاه يرجع تاني، لان الايام دي ايام المنافقين والحاقدين والحاسدين وجميع البدع فيه. عايزه ترجع زمانها القديم. عايزه ارجع والله العظيم. ان رجعت كان بيقول لك فين بيقول لك شفت الاغنيه اللي بتقول لك فين لمتنا جوا بيتنا يا قمر؟ كان بقى لما كانت السراير الحديد والكراسي المقطمه. كان يا بنتي الله الحمد لله. الايام دي الله اكبر يا بنتي من الايام دي. بقول لك اجري يا ابن ادم جري الوحوش، من رزقك يا ابن ادم لن تحوش. الله اكبر يا بنتي. وانا عايزاك يوم تفرفشي وتهيصي وتشهيصي عشان القناه، بحبك بدعمك بقلبك الدافي. شجعونا يا جمهوريه. احنا في قرن مفيش مقارنه. لهم حطوا اللايك، حطوا اللايكات، لهم حطوا اللايك عشان خاطر عمتي صحه. قول لهم حطوا اللايك عشان تجيب لك ميه تشرب. حتى نجيب لك ميه. هنجيب ميه منين؟ ممكن نجيب لك من ميه البحر. لا هي دي اللي قدامنا الوقت. ما عادش نضيف والله العظيم. هي دي اللي قدامنا الوقت. النفر كان بيشرب من الميه بتاع الترعه ده وبتاع المروه. كانت المروه كده بتتملى ميه والنفر يعمل ايده شمال ويمين كده ويشرب منها. الوقت يا ستار يا رب ما عادش حد حتى بيغسل. ما انا مصوره لهم، قلت لهم الترعه دي ما كانتش زي زمان. لا ما كانتش. زمان كانوا بيغسلوا فيها المواعين وبيصبوا الهدوم، دلوقتي عاد فيها اسم الله على عمتهم الزباله والحاجات. ماما قولي تتمنى. لله نعم. روح حط الملح. حاضر. تتمنى ايه يما في الزمن اللي فات والزمن اللي جاي؟ الزمن اللي فات كان زمان اللي فات كان زمن الحب والمحبه والموده وراحه البال. نفسي ارجع ايام زمان، ارجع النفر يبقى شايف الناس زي الناس، هي الناس اللي الحب هو الحب، بس القلوب اتغيرت. انتش هتشوفها كده، القلوب اتغيرت والله يا ولاد. عاد كل واحد قافل بيته عليه، عاد كل واحد محتكف في حاله، كل واحد في حاله، عاد كل واحد في حاله. احنا ايام زمان ما كناش كده يا ولاد والله. أيوة. ايام زمان الجسر ده يشهد عليه، ايد واحد، الجسر ده يشهد عليه مع بعض. كنت انزل هنا اهوت على الجسر ده اهو واربط الحزام على وسطي، كل واحد النهارده وقال لهم اشتروا يا ربنا اشتروا شيط لا مؤاخذه وارجعوا لورا. ما تسكت يا ابني، بيقعدوا يتكلموا على كلامك في الفيديو. عطشان يا ولاد، عطشان يا ولاد والله. اشرب. نفسي ارجع تاني
بس بعد يعني النفر في الكبر يا ولاد يقول لك لا اللي بعد 60 سنه بيبقى في سن الشباب. لا والله ده انتوا بتضحكوا على نفسك، ده انا ما بقى لي 60 سنه وما هو والشباب ما رجعش. لا انا نفسي ارجع تاني، صحتي ورجلي والله العظيم ما عدت اطلع على اليوتيوب خالص، ولا لازم له اليوتيوب. هسرح زي ما كنت بسرح والله اليوتيوب والله اليوتيوب ما هو وحش. هو اليوتيوب اللي هو والله ما هو صح. وحش، بس هو والله ما هو وحش. اللي هو صح، اللي يستعمله صح. احنا اللي وحشين فعلا والله. والله العظيم هو مش وحش، بس اللي احنا اللي يستعمله وحشين. اليوتيوب ما قالش يطلعوا يشتموا بعض، أنا بقول يسبوا لك بعض، إحنا يغلطوا اللي ببعض، وحشين. الاخت فهمتوا تقطع يا اختها، الاخ إحنا اللي يقطع وحشين. اخوه. فهمتوا؟ لا كنت هسرح، كنت هجيب، كنت هجري في الغيطان بردك وهسرح بعرقي وكافح على اكل عيشي، على صحتي. طول ما انت بتجري وبتشتغلي بتلاقي الحركه في شغاله، اختي كاتبالي، الدمويه بتاعتك شغاله. في اختي كده عزيزه كاتبالي كومنت بتقول لي ايه انت ما شاء الله صغيره اشتغلي. مين قال لك انا ما بسرحش الغيط؟ ده انا سرحت البطاطس وسرحت الغيط، عمر ابويا ما سرحني بعد ما اتجوزت وخلفت سرحت. ما هقولكيش ده ليه اليوتيوب بيسند جنب مني عن يد الدنيا كلها شافتني وانا سارحه الغيطان في البطاطس في الفجر كده جدا، وانا طالعه انا وابني بنسرح مع الناس في الغيطان عشان اكل عيشنا. مش عيب. هو انت ما تقولي كده انا لازم اطلع اقول انا بسرح في الغيطان؟ انا مش لازم اطلع اقول لك انا بسرح بالاجره او بسرح عشان اجيب لقمه عيش حلال. انا بسرح وجنب مني القناه تساندني مش عيب. لا ابعد عن الاحبه والسرقه واعملي كل شيء تلقى. يعني ابعد عن الكلام السافل وقليله الادب والسب والكلام اللي هو الفارغ، وابعد عن السرقه واعمل كل حاجه. وطالما بشتغل في وسط الناس وفي وسط ناس محترمه وبجيبها بعرق جبيني ما يهمنيش كلام حد. دي صاحبه الكومنت حبيت اعرفك انني باكلها بالحلال. يلا بقى حبايبنا ايه، شجعونا كده، احنا مش طالبين منكم بس الا اللايكات والتشجيع في قناه ماما حنان، وبحبكم ودعمكم تكبر بكم، وربنا يرزقنا ويرزقكم. يلا حبايبنا بس مع مش السلامه. مروحه معاكم برضه. انا هنقعد جنبك هنا. يلا يا جمهوريه.